طلاب تالتة إعدادي، الدرس الأخير عندنا في التاريخ اللي هو مصر من الحماية البريطانية وحتى ثورة عام 1952 قال لك إن حصل صدام كبير جدا ما بين أعضاء الوفد المصري اللي هو بقيادة سعد زغلول وما بين الاحتلال البريطاني، لأن في الوقت ده كده الوفد المصري كان عايز اللي هو يسافر لباريس عشان يحضر مؤتمر الصلح وكمان عشان يعرض القضية بتاعتنا عشان نستقل بالدولة بتاعتنا ونمشي الاحتلال. ولكن الاحتلال البريطاني رفض ان سعد الزغلول يوافق وقال له انت مين عشان تتكلم بالنيابه عن الامه كلها. فراح سعد الزغلول ولم توكيلات من الشعب المصري كله بتأيد سعد الزغلول ان هو يتكلم باسمها. قال لك التوكيلات دي بسميها التوكيلات الشعبيه، وبكده سعد الزغلول يبقى هو ممثل عن الامه كلها وهو اللي يتكلم عنها زي ما هو عايز. ولكن اللي حصل بقى بعد ما سعد الزغلول بدأ اللي هو يتكلم باسم الامه وراح للسير وينجد عشان يقول له انا هو دلوقتي بتكلم بالنيابه عن الامه كلها ومعايا الدليل بتاعي اللي هو التوكيلات بتاعت الشعب. تمام تمام. ولكن السير وينجد برضه رفض المطالب بتاعت سعد زغلول والامه كلها. مش بس كده، قال له بقول لك يا ده سعد، انت اللي عامل لي وجع الدماغ ده كله، تعالى. فقام بالقبض على سعد زغلول وكمان فاه لجزيره مالطا، ودي كده كانت اول مره يتنفي بيها سعد زغلول. لو انت بقى مذاكر الدرس ده كده كويس قول لي هو سعد زغلول المره التانيه نفوه فين؟ ولو لسه أول مرة بتشوفني فأنا مستر عمرو عبد العليم، مدرس الدراسات الاجتماعية. سلام.